عمرك دخلت موقع وقت البلاك فرايداي ولقيته واقع او تقيل؟ طب ازاي شركات ضخمة وكبيرة بيحصل معاها كده؟ اوقات الشركات دي ما بتكونش عاملة حسابها للضغط الكبير ده، وده علشان السيرفر زيه زي الطريق السريع. لما بيحصل فيه ضغط كبير والناس كتير ماشية عليه بيبدأ العربيات انها تقف، وده بالفعل اللي بيحصل مع السيرفر. اول ما يحصل ترافيك عالي وناس كتير قوي تدخل، السيرفر للأسف بينهار. ولو مش عاملين سكيلينج بلان او ما جهزناهوش للضغط العالي ده فهيبقى واقع، والسيرفر لو واقع فالويب سايت مش هيفتح. علشان كده لما تيجي تدخل بيديك ايرور. طب تفتكر بقى ايه الحل لو ده حصل معاك؟ بدل ما تقعد تعيد تحميل الصفحة مليون مرة في نفس الوقت وتعمل ضغط اكتر على السيرفر، فاستنى لمدة دقيقة مثلا وبعد كده حاول تعمل ريلود، وبالتالي هتوصل للعرض اللي انت محتاجه وكمان هتخلص مشكلتك، وبالمرة تبقى وفرت حرقة اعصابك. انا كوسايشتاين، تابعني علشان تخلي دماغك والموقع جاهزين للبلاك فرايداي.